بمدينة مكناس اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري على آخر التحضيرات المتعلقة بتهيئة الموقع الذي ينتظر أن يحتضن الدورة 17 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب التي ستقام بالعاصمة الإسماعيلية ما بين 21 و 27 أبريل الجاري. اليوم قمنا بزيارة للاطلاع على استعدادات نسخة 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، واللي غادي يكون الافتتاح ديالو اليوم 21 أبريل حتى 27 في هذه المدينة الجميلة هي مكناس. هذا المعرض كيعرف مشاركة كبيرة لجميع الفاعلين في القطاع الفلاحي من داخل المغرب وخارج المغرب، وكيتعتبر منصة فريدة للقاءات وتبادل التجارب في المجال الفلاحي، وكيخلق عدة فرص جديدة للتعاون والشراكات بين الفاعلين الفلاحيين على الصعيد المغربي والصعيد الدولي. ويعتبر الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من ضمن أكبر التظاهرات الفلاحية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط، وستعرف هذه النسخة تنظيم أكثر من 40 ندوة علمية بمشاركة حوالي 70 بلدا و1500 عارض، ويتوقع استقبال حوالي 1,000,000 زائر. احنا حاليا في الموقع ديال المعرض الدولي للفلاحة ديال مكناس اللي غادي يعرف ان شاء الله واحد المجموعة ديال التحسينات مقارنة مع الدورة السابقة، الدورة 16. حنا في الدورة 17 وحاولنا باش نخلقوا واحد المناخ اللي غادي يكون جيد بالنسبة لجميع الزوار ديالنا الكرام، لا المهنيين ولا كذلك العموم. وتستضيف هذه التظاهرة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات المتينة بين البلدين لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري والغابات.